السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير على حسب ما انت بتتفرج على الفيديو. هي رسالة بسيطة بحب ان انا اوجهها للشباب، خريجين الكليات والجامعات اللي ما لقوش الشغل المناسب بالنسبة ليهم اللي هم يشتغلوا بيه بشهادتهم او بتعليمهم. حابب اقول لك انزل اشتغل اي حاجة، اي حاجة تيجي قدامك. ويا سلام لو اشتغلت شغل حر مع نفسك، يا سلام يبقى انت كده واد برنس. اتمرمط شوية في السوق، لازم تكتسب خبرة الاحتكاك بالناس في الشارع لحد ما ربنا يكرمك وييسر لك امورك والدنيا تتظبط معاك وتلاقي الوظيفه المناسبه بالنسبه ليك. بس ما تقعدش عاطل في البيت، اشتغل اي حاجه، اشتغل في مطعم، اشتغل كاشير، اشتغل في بنزينة، اي حاجه. الشغل عمره ما كان عيب. وما تحطش في دماغك نظرة الناس ليك ان انت بعد ما اتعلمت وشقيت واتبهدلت في التعليم والكلام ده كله شغال. شوف ده شغال ايه، ده شغال في بنزينة، ده شغال في مطعم. لا لا لا، كبر دماغك من الناس. اهم حاجة اللي انت تشتغل اي حاجة تيجي قدامك. الشغل عمره في حياته ما كان عيب. وربنا عمره يعني ما هيلاقيك بتسعى وبتحاول ومش هيكرمك بالحاجة المفيدة ليك. والشغل بيجيب شغل، والمعارف والعلاقات بالناس اللي انت بتشتغل معاهم ايا كان المكان اللي انت شغال فيه، هتلاقي نفسك بتشتغل حاجة افضل. بس ما تقعدش في البيت وتستسلم للظروف. ما تيأسش من الحياة ايا كان الظروف اللي انت بتمر بيها دلوقتي، عمرها ما هتبقى ثابتة لمدى طويل قدام، هتتغير. وحاول تتأقلم على أي وضع أنت فيه، سواء حلو سواء وحش. حاول تتأقلم على أي وضع أنت فيه وتتعامل فيه. اشتغل، متقعدش في البيت، انزل دور على أي حاجة بأي حاجة. وزي ما قلت لك، يا سلام لو اشتغلت مع نفسك. اعمل أي مشروع صغير كده مع نفسك ولف في الشارع وبيع، ايه المشكلة؟ بس ما تيأسش، وإن شاء الله بإذن الله هتفرج وهتتيسر وهتبقى زي الفل. ما دقت إلا لما فرجت، مفيش حاجة بتفضل على حالها. بس كده، السلام عليكم.